الحصه اللي فاتت انا اتكلمت عن 3 حضارات هما معين وسبأ وحمير، وقلت ان كل حضاره كان ليها عاصمه خاصه بيها. فمثلا معين كانت العاصمه بتاعتها كان اسمها قرناو، عندك سبأ كان العاصمه بتاعتها مأرب واشتهرت بسد مأرب، وحمير كانت العاصمه بتاعتها ايه؟ ريدان او ظفار. كل واحده من دي كانت شغاله في حاجه. يعني مثلا معين كانت شغاله في الزراعه والتجاره، عندك سبأ كانت شغاله في التجاره، واشهر ملوكها كانت مين؟ بلقيس. ولكن سبأ سقطت. لما سقطت جه مين؟ قال لك جه حمير. حمير دي قال لك ان هي كانت جزء من مين؟ من السبائيين، ولكن قدرت ان هي تسيطر عليها وعملت لها عاصمه. كان النظام بتاعها مختلف. اشتغلت في ايه؟ قال لك نظامها كان نظام سياسي. فالنظام السياسي ده ادى الى انهم دخلوا في صراع مع مين؟ مع الاحباش ومع الفرس. فبالتالي قال لك ان هي كمان سقطت بسبب الصراع ده. وهنعرف احنا النهارده الصراع ده حصل ازاي. طيب النهارده هناخد ايه؟ النهارده هناخد الملامح بتاع حضارات مين؟ قال لك حضارات اليمن. هنبدا باول حاجه. قال لك الحياه السياسيه. الحياه السياسيه اللي هي بتتكون من ايه؟ قال لك ده الملوك، لازم يكون عندي ملوك وناس بتعاون الملوك. طيب نبدا من الاول خالص. قال لك من البدايه خالص في بلاد اليمن انا كان عندي النظام اللي كان موجود. قال لك نظام القبلي او النظام حاجه اسمها الايه؟ القبائل. كانوا عباره عن قبائل متفرقه، كانت كل قبيله لها حاجه اسمها ايه؟ شيخ بيحكمها. وهنا الشيخ اللي هو الاكبر سنا، اكبر واحد فيهم هو اللي بيحكم الايه؟ القبيله دي. طيب بعد كده قال لك مع نشأة بقى الملوك او الممالك لما ظهرت بدا يحصل عندي اللي مثلا مملكه معين وسبأ وحمير. قال لك كان كل مملكه لها ايه؟ قال لك ليها ملك، والملك ده لما بيجي قال لك لما بيموت بيجي من وراه ابنه، فكان الملك ايه؟ وراثي. نفس الكلام زي ما حصل برضه في فينيقيا، وكمان حصل فين؟ في العراق. طب هو في حد بيساعد الملك؟ قال لك لازم يكون حد موجود يساعد الملك. مين؟ قال لك حاجه اسمها مجلس عام. يبقى المجلس العام ده هم عملوه ليه؟ قال لك علشان يساعد الملك في اداره شؤون مين؟ اداره شؤون البلاد. تمام؟ يبقى ده النظام السياسي، بس مش عايز اكتر من كده فيه. يبقى نقول تاني الحياه السياسيه كان فيها في البدايه خالص قال لك عشان الملوك كان نظام الايه؟ القبائل. كانت كل قبيله لها ايه؟ شيخ بيحكمها وبيدور شؤونها. طيب بعد ذلك لما ظهرت الممالك كانت كل مملكه ليها. طب الحكم كان طب كان في حد بيساعد الملك؟ المجلس العام كان بيساعد الملك في اداره شؤون مين؟ البلاد. كانت كل القبائل او الشيوخ كانت بتحتفظ بانها تدير شؤون دولتها لوحدها. نروح على اللي بعده، نظام اسمه النظام الايه؟ الحياه الدينيه. الحياه الدينيه اللي هو الدين بتاعهم. الناس ديت يعني كده من اسمهم كانوا بيعبدوا ايه؟ قال لك دول كانوا بيعبدوا او بيسجدوا للشمس من دون الله. فاكرين سبأ اني وجدت امراه وقومها يسجدون للشمس بدون ايه؟ من دون الله. يبقى معنى كده اللي هم كانوا بيعبدوا او عباداتهم قال لك كان عندهم تعدد المعبودات. زي الايه؟ قال لك النجوم والكواكب. كانوا بيعبدوا النجوم والكواكب، ما هي الشمس من النجوم. يبقى هم كانوا بيؤمنوا بحاجه اسمها تعدد المعبودات. كانوا بيؤمنوا بالشمس او بالنجوم والكواكب، ما هي الشمس من الايه؟ من النجوم. طيب هم كانوا ليه بيؤمنوا بتعدد المعبودات او كان ليه عندهم تعدد معبودات؟ قال لك لان الناس ده كانت بتؤمن بالحياه بعد الموت. يعني هم كانوا عارفين اللي هو البعث والايه؟ والخلود. يعني هم كانوا عارفين الكلام ده. قال لك بعد كده برضه ان حضارات بلاد اليمن اتاثرت بالمعتقدات الدينيه. ليه؟ لان شبه الجزيره العربيه نزل فيها معتقدات دينيه. قال لك زي ايه؟ قال لك زي اليهوديه والمسيحيه، دي ديانات سماويه او شرائع سماويه. يبقى هم تاثروا بالمعتقدات مين؟ قال لك المعتقدات الدينيه. طيب زي ايه؟ قال لك اليهوديه والمسيحيه. يبقى يهوديه ومسيحيه قدروا يدخلوا الدين المسيحي والدين اليهودي. تمام؟ طيب بعد كده عندي الحياه الاجتماعيه يبقى هجيب احوال مين؟ احوال الناس. مين اللي كان مسؤول عن تربيه الابناء؟ معروف الاسره. في الحياه الاجتماعيه قال لك الناس دي كانت بتقدس الاسره جدا، اللي هو الوالدين الاب والام. ليه؟ لان الاسره دي كانت بتعمل حاجه مهمه، وهي ايه؟ قال لك تربيه الابناء. يعني هم كانوا بيربوا اولادهم، فبالتالي كانوا بيقدسوا الاسره او كانوا بيحترموا الاسره جدا. طب بعد كده قال لك اعتمدوا في صناعه ملابسهم على حاجتين مهمين، الصوف والكتان. يعني الملابس بتاعت الاسره دي كانت مصنوعه من ايه؟ قال لك ملابس من الصوف والايه؟ والكتان. يبقى كانوا بيصنعوا الملابس من الصوف والكتان، بالاضافه الى الحرير. بعدين الحرير بقى في الملوك وكده. الحضاره اليمنيه ده او حضاره معين في البدايه اللي هي معين وسبأ وحمير. هبدا باول حضاره اللي هي حضاره معين. اهتمت بايه معين؟ قال لك تميزت حضاره معين بتنظيم المعاملات او تنظيمها العادل للحاجات. يبقى عندي حضاره معين ده
كانت بتنظم. كنت بتنظمي ايه؟ قال لك 4 حاجات كانوا بينظموها بالعدل. اول حاجه الضرائب، كانوا بينظموها ما بين الناس. ثاني حاجه قال لك المعاملات التجاريه اللي هو بيتاجروها مع مين. ثالث حاجه العقود. رابع حاجه الميراث. يبقى هم كانوا بيهتموا جدا. مملكه معين كانت بتهتم بالتعامل العادل في كام حاجه؟ في ال4 حاجات دول اللي هي الضرائب والمعاملات التجاريه والعقود والميراث. ضرب له فروض على الناس، المعاملات التجاريه، العقود اللي بتبقى موجوده ما بين الناس، وكمان الميراث اللي هو معلش يعني محدش بياكل الميراث على الثاني. مثلا ولد وبنت، الولد يقول لك ده الميراث كله بتاعي. يا جدع حرام عليك، الميراث كله بتاعي ماليش دعوه. هو بيتكلم بكده ولكن ده حرام. هم كانوا بيتعاملوا صح. قال لك بعد كده يجي عندي المراه اليمنيه. مين بقى من المراه؟ قال لك ان المراه حظيت بالاختيار، كان لها حريه الاختيار. بتختار ايه؟ قال لك لها حريه اختيار الزوج. ايه ده؟ ايوه، هو كانوا بيحترموا المراه زمان جدا. كانت الواحد لما بيجي يتجوز يقول لك تعالى انت عايز تتجوز مين؟ فلانه بنت فلان. طب يلا خش الباب من بيت. ما كانش بقى يشوف ولا الكلام ده. عايز تتجوز البيت؟ حاضر معايا الاثنين. فرحكم يوم الفرح. قلت ايه؟ ما قلت ايه؟ مش فارق. زمان كده لما كانوا بيعوزوا يتجوزوا يقول لك يلا يا ابني فلانه الفلانيه هتروح تتجوزها. حاضر مع عينيا. يقوموا رايحين فرحكم الخميس الجاي. طب اشوف؟ مفيش الكلام ده. طب هي تشوفني؟ مفيش الكلام ده. انت وحظك بقى، يا اما حمراء يا اما قرعه. انت وهي نفس الكلام، يا اما كده اهو يا اما كده اهو. انت وحظك، يا اما حلوه يا اما وحشه. فكان بقى المراه في ايام اليمن كان لها حريه اختيار الزوج. ان دلوقتي حد متقدم لها موافقه او مش موافقه، كانت بتختار اللي هي ايه؟ اللي هي عايزاه. طيب كان لها حق تاني. قال لك حق ايه؟ وراثه العرش. يعني معنى كده ان هي اشتغلت ملكه. طب مين اشهر الملوك؟ ما عنديش غير هي واحده، بلقيس، اللي كانت في مملكه ايه؟ مملكه سبأ. يبقى هي كده كانت المراه. هل حظيت المراه بمكانه مرموقه في المجتمع المدني؟ هقول له نعم. نروح على الحياه اللي بعدها. قال لك حياه اسمها الحياه الاقتصاديه. وعايزين نتفق اتفاق احنا كنا متفقين عليه قبل كده، ان هي الحضاره لو موجود فيها رعي يبقى الرعي وصناعه وتجاره. لو موجود فيها زراعه يبقى زراعه وصناعه وتجاره. يبقى الثلاثه كلهم معتمدين على ايه؟ على بعض. هنبدا واحده واحده. قال لك هبدا بالزراعه. ايه ده ما جبتش الرعي ليه؟ لان معظم الممالك كان في مملكه من الممالك ده قال لك ان هي كانت متميزه جدا بالارض الخصبه بالتربه الخصبه والمياه العذبه. لا، حضاره من الحضارات الثلاثه، معين او سبأ او حمير. المعين كانت منطقه اسمها منطقه الجوف، فبالتالي دي اللي كان موجود فيها زراعه. يبقى قايل زراعه وصناعه وتجاره. هيعملوا تجاره مع مين؟ طبعا هنعرف كل ده. هل ازدهرت الصناعه في بلاد اليمن؟ هقول له نعم. ايه الدليل على كده؟ كان عندهم ميه ايه؟ ميه عذبه. عندي حاجتين مهمين بيخلوا الزراعه تزدهر في بلاد اليمن. الاولى قال لك تربه خصبه. الثانيه المناخ. ثواني بقى لو سمحت. تربه ومناخ. قال لك انا دلوقتي لو عندي المناخ طول السنه حر، مش هزرع غير محصول واحد. طب المناخ معتدل بقى، يقول لك هنا في الشتاء وعندك صيف وعندك ربيع وعندك خريف، مش هيحصل عندي ايه؟ المحاصيل مش هتتغير، يبقى يحصل عندي تنوع في المحاصيل. فبالتالي يقول لك المناخ ده مهم. يبقى انا اعتمدت على حاجتين في الزراعه. يبقى كده لما اقول هل اهتموا؟ هقول لك اهتموا. طب كانوا بيزرعوا ايه؟ قال لك اول حاجه خضروات، ثاني حاجه فاكهه، بالاضافه اللي كان عندهم حبوب. الزرع ده كله كان موجود فين؟ قال لك كان موجود على المرتفعات اللي كانوا بيعملوها، اللي هي المدرجات الجبليه، اللي هي في مسمى اخر بسميت بالايه؟ المساطل. يبقى هم كانوا بيزرعوا الخضروات والفاكهه والحبوب على حاجه اسمها مدرجات جبليه. ازاي كده اهو؟ يزرع هنا وهنا وهنا وهنا، على بس كل ده على ايه؟ على الجبل. يعني كان بيعمل مساطل زي فينيقيا. طيب بعد كده قال لك الناس دي هتعمل مشروعات للري. طيب مشروعات الري دي بتخليهم ايه؟ بيخليهم يستصلحوا اراضي اكتر، فبالتالي يقدروا ان هم يزرعوا ايه؟ يزرعوا اكتر، بالاضافه الى تربيه مين؟ الحيوانات. ربوا الحيوانات. طالما في زراعه يبقى لازم يربوا الحيوانات اوتوماتيك. تمام. بعد كده قال لك ان هم عملوا قانون للايه؟ لتنظيم الزراعه. القانون ده كان مهم جدا عشان يقدر ينظم الضرائب على الناس اللي بتزرع. فاكرين المصري القديم لما كان بيعمل منسوب على النيل عشان خاطر يحضر الضرائب؟ الناس دي عملت قانون يحضروا الضرائب الناس اللي بتزرع. يبقى قانون تنظيم الايه؟ قال لك قانون تنظيم الضرائب في الزراعه. تمام. يبقى دي الزراعه بتاعتهم. يبقى الناس دي اعتمدت في الزراعه على المياه والمناخ. زرعوا ايه؟ على خضروات وفاكهه وحبوب. طب كانوا بيزرعوا فين؟ على مدرجات الجبليه. طيب عشان خاطر بقى قدروا يزرعوا مش لازم يحسنوا؟ قال لك اعملوا 3 حاجات: مشروعات ايه؟ ري، ويعملوا قانون. لما يخلصوا كل ده هيربوا مين؟
يبقى رب الحيوان. نروح على الصناعه، لان صناعتهم برضو كانت مهمه. قدروا يصنعوا الملابس. مش انا فاكر هنا ان هم صنعوا الملابس من الصوف والكتان، ازود كمان الايه؟ الحرير. يبقى هم قايل له اشتهرت بلاد اليمن بصناعات متعدده. صناعه ايه؟ قال لك اول حاجه الاواني. اواني، عارفين الاواني الفخاريه؟ صنعوها من الفخار. عارفين الادوات بتاعتهم؟ صنعوها من المعدن. يبقى اول حاجه عملوها قال لك الاواني المعدنيه والفخاريه. يبقى دي الصناعه كانت موجوده عندهم. الصناعه الثانيه قال لك الاسلحه. هم كانوا بيصنعوا اسلحه؟ كانوا بيصنعوها من ايه؟ قال لك من المعدن. طيب وصناعه ايه تاني؟ صناعه الاسلحه دي كان عندي حاجتين بيصنعوها، قال لك السيوف والخناجر. الخنجر اللي هو كانوا يشيلوه في ايديهم، ده اللي عامل زي السكينه ولكن لفف كده، لفف شويه زي كده بس مزخرف بقى. فبالتالي كانوا بيهتموا جدا بصناعه الخنجر. صنعوا ايه ثالث؟ قال لك صنعوا الاقمشه. طب الاقمشه دي كانوا بيصنعوا من ايه؟ من 3 حاجات: الحرير، الكتان، الصوف. طيب ثواني بقى، هو انا دلوقتي لما اخد الصوف، نركز مع بعض كده، الصوف ده باخده من ايه؟ مش من الاغنام والماعز؟ لما اخد الصوف من الاغنام قال لك ما انا هستفيد بجلودها برضه. يبقى اذا قدروا ان هم ياخدوا برضه الايه؟ الجلود ويستخدموها في الاقمشه بتاعتهم. يبقى عندك حرير وكتان وصوف بالاضافه الى جلود. يبقى دي الصناعه. يبقى الناس دي صنعت كام حاجه؟ 3. اول حاجه الاواني المعدنيه والايه؟ والفخاريه. ثاني حاجه الاسلحه اللي صنعوا منها السيوف والخناجر. ثالث حاجه الاقمشه، حرير كتان وصوف، وكمان اخذوا الجلود عشان يقدروا بقى يعملوا بقى الجواكت والحاجات دي كلها والجزم. تمام؟ نروح بقى على ثالث حاجه التجاره. كل دي في الانشطه الاقتصاديه. نروح على مين؟ قال لك التجاره دي قال لك بسبب ان انا كان موجود عندي بلاد اليمن كانت متميزه جدا. هنا كان عندي بحر ايه؟ الاحمر، وده مضيق باب المندب. الناس دي راحت عملت في المكان ده اهو، قال لك عملت ميناء وسمته ميناء عدن. ميناء ايه؟ يبقى هم كده عشان يهتموا بالتجاره عملوا ميناء سموه بميناء عدن. هقول له انشا الموانئ مثل ميناء عدن. قال لك قدروا يسيطروا على طريق. فاكرين كان في طريقين موجودين في اسيا، طريق التوابل وطريق الحرير. الناس دي سيطرت على طريق ثالث تماما اسمه طريق البخور. يبقى قدروا يسيطروا على مين؟ يبقى سيطروا على طريق اسمه طريق الايه؟ البخور، عشان يقدروا يعملوا تجاره مع الحضارات الثانيه. بعد كده قدروا يفرضوا الضرائب على الناس اللي بتعدي من عندهم من مضيق ايه؟ باب المندب. شغل جيبك عشان تعدي، يبقى هو لازم يفرضوا ضرائب على الناس اللي معديين من مضيق باب الايه؟ المندب. يبقى فرض الضرائب على التجاره الماره بايه؟ بدولته. اي حد هيعدي هيدفع ضرائب. بعد كده اشهر بقى الحاجات اللي كانوا بيصدروها ما عادش طبعا عندهم الايه؟ قال لك البخور، بالاضافه للعطور، بالاضافه ايوه هتقراها صح، اللبان. ايوه صنعوه وكانوا بيبيعوه. يبقى اذا اشهر المنتجات اللي كانوا بيبيعوها 3: بخور وعطور ولبان. يبقى الحياه الاقتصاديه بتاعتهم كانت مزدهره ولا لا؟ كانت مزدهره، لان كان عندهم تجاره وكان عندهم صناعه وكان عندهم زراعه. خلاص؟ طب نروح على اللي بعد. قال لك بعد كده عندي الحياه الفكريه والعلميه. ايه الحياه الفكريه والعلميه دي؟ قال لك ان اليمنيون زمان اخترعوا لغه. اخترعوا ايه؟ لغه مكونه من كام؟ قال لك مكونه من 29 حرف. اللغه دي موجوده عندكم في الكتاب، شكلها غريب كده. بعض العلماء بتقول ان اللغه دي يا استاذ يوسف يعني هم اخذوا منها اللغه العربيه، يعني اللغه العربيه جت منها. ايه ده؟ ازاي؟ مع انها شكلها غريب اصلا اللغه دي. يبقى كده هقول له اليمنيون قدروا يعملوا لغه عملوها من كام حرف؟ قال لك من 29 ايه؟ حرف. كان اسمها الخط الايه؟ سموه بالخط المسند. الخط الايه؟ المسند. يبقى اللغه اللي كانت موجوده عندهم كانت لغه مكونه من كام حرف؟ من 29. ايه ده؟ استنوا ثواني ارجع بالذاكره لورا شويه. هي مين برضو الدوله اللي عملت لغه واخدوها بعد كده؟ برافو، اللي هي اللغه اليونانيه. واخدوها بعد كده اليونانيين وانتشرت فين؟ في اوروبا. يبقى الناس دي عملت لغه سميت باللغه الايه؟ او الخط الايه؟ المسند، اللي كان مكون من كام حرف؟ 29 حرف. في سؤال دلوقتي، هو انا قدرت ان انا اوصل للغه دي ازاي او الحروف دي ازاي؟ قال لك دي كانت موجوده على جدران المعابد بتاعتهم زمان، سواء كانت الجدران العاديه اللي هي المدنيه او الجدران الاثريه. تمام؟ قدرنا نجيب اللغه دي. طب بعد كده قال لك ان اليمنيون قدروا ان هم برعوا في ايه؟ برعوا في حاجتين او في علمين مهمين. العلم الاول اسمه علم الهندسه، وكانوا بارعين فيه جدا، عشان كده قدروا يبنوا معابد وقدروا يبنوا حاجات كتير، بالاضافه الى علم الفلك. وعلم الفلك هنا بقى هو ده اللي بيجيب كل حاجه. مين اللي برع في علم الفلك في الحضارات اللي فاتت؟ العراق، وكمان
فينيقيا. الناس دي لما عرفت الفلك عملوا تقويم اسمه التقويم السبئي. ايه التقويم السبئي؟ يعني معنى كده ان حضاره سبأ هي اللي عاملاه. ايه التقويم ده اصلا؟ اللي هو التاريخ، شهر كذا وشهر كذا وشهر كذا، هم عملوا التقويم ده سموه التقويم السبئي. طب انت عملته ليه؟ قال لك علشان يقدر ان هو يعمل ايه؟ يزرع، يعرف فصول الزراعه. يبقى هو عمل التقويم السبئي عشان يعرف فصول مين؟ الزراعه. قال لك بعد كده قدروا يستخدموا النجوم. طب انت استخدمت النجوم ليه؟ علشان اقدر احدد الاتجاهات. طب ما تيجي نشوف كده. قال لك ان المصري القديم زمان كان عنده نجم اسمه النجم الشمالي، اللي هو في الشمال ده كان بيعرفه اتجاه الشمال. طالما عرف اتجاه يبقى اذا هيجيب الباقي. لو النجم الجهادي يبقى ده الشمال، اذا كده الشرق، الجهادي الغرب، طب ورايا الجنوب. يبقى هو كان بيعرف حركه النجوم علشان خاطر يقدر يحدد مين؟ قال لك اتجاهاته. يبقى الاتجاهات بتاعته شمال جنوب وشرق وايه وغرب. يبقى دي الحياه الفكريه والعلميه. يبقى لما اسال سؤال واقول هل حضاره اليمن كان عندها لغه؟ قال لك كان عندهم خط اسمه الخط الايه؟ المسند. طيب قال لك ان هم قدروا يخترعوا كم او حروف؟ 29 حرف من الحروف الابجديه. طيب قدروا يبرعوا في الهندسه والايه؟ طب الفلك قدروا يعملوا التقويم السبئي اللي هو بيعرفوا بيه فصول الزراعه، وقدروا يعرفوا النجوم، حركه النجوم عشان يحددوا بقى الايه؟ الاتجاهات. يعني الناس دي كانوا بارعين جدا في الحياه الفكريه والايه؟ والعلميه. نروح بعد كده قال لك على العماره والفنون. العماره والفنون دي الناس دي عملت ايه؟ العماره وكمان الادب بتاعها. طب عملوا ايه في العماره؟ قال لك عملوا قلاع، حصون، صح؟ عملوا معابد، عملوا حاجه ثانيه قال لك قصور. ايه ده؟ قصر. مين اللي عمل قلاع وحصون ومعابد وقصور غير الحضارات دي؟ قال لك برضه فينيقيا عملت كده، صح؟ قال لك المصريين القدماء عملوا كده، قلاع وحصون. القصور اللي عملوها قال لك دي كانت قصور مزخرفه. كانت قصور ايه؟ مزخرفه. قال لك بقى كانت متميزه جدا بالتصميم المعماري، وكانت مميزه جدا بالالوان. الزخرفه اللي كانت موجوده عليه، الزخرفه دي عملوها من ايه؟ قال لك من الذهب والفضه بالاضافه الى الاحجار الكريمه. واو، كل ده كان في القصور. قال لك طب ايه اللي كان مزخرف بالحاجات دي؟ قال لك الباب او البوابات والايه والجدران. طيب عملوا ايه تاني او كانوا بارعين في ايه تاني؟ قال لك السدود. السدود من اهم السدود كان سد ايه؟ مأرب. سد مأرب اللي كان موجود في حضاره سبأ. مش احنا قلنا من اهم او من اسباب ضعف مملكه سبأ هو انهيار سد ايه؟ مأرب. سد مأرب ده قال لك ده يعتبر من اهم الانجازات الهندسيه اللي اتعملت فين؟ في الحضارات زمان. كان هندسي يعني بمعنى صح، لان انتم اهتموا بعلم الايه؟ الهندسه. طيب قدر السد دهوت ان هم لما عملوه قدر ان هو يساهم في ري الايه؟ الاراضي الزراعيه اللي كانت موجوده. يبقى كمان ساهم في ري الاراضي الزراعيه. يبقى لما اقول هل عملوا قلوع؟ هل عملوا حصون؟ هل عملوا معابد؟ هل عملوا قصور؟ قال لك كل ده اتعمل. طيب القصور دي قال لك كانت مزخرفه. طب الزخرفه بتاعتها دي كانت مزينه بالذهب والفضه وكمان الاحجار الكريمه. طب ايه اللي كان مزخرف بالحاجات دي؟ قال لك الباب او البوابات والايه والجدران. دي اللي كانت مزخرفه بالذهب والايه والفضه، وكمان كان في عاج. طيب قدروا ان هم كمان يبرعوا في الايه؟ في السدود. بنوا سد مين؟ مأرب، اللي يعتبر من اهم الانجازات الهندسيه في هذا العصر. طيب السد ده لما اتعمل ساهم في الايه؟ في ري الاراضي الزراعيه. خلاص بعد كده قال لك ما عادش عنده حاجه غير التواصل ما بين بلاد اليمن وكمان مصر، اللي هو ايه؟ اللي هو تأثير وتأثر. هي كلمة صغيرة فوق، تأثير وتأثر. أخدوا مننا وإحنا إيه؟ أخدنا منهم. قال لك زمان إن اليمن كانت بتصدر لمصر بخور ومر. المر ده كانوا بيستخدموه في الطقوس الدينية، حاجة كده يعني بتقول لك ريحتها حلوة، كانوا بيستخدموه في الطقوس الدينية بتاعتهم، اللي هو زي البعث والخلود كده أو الحاجات بتاعتهم دي. خلاص؟ طيب بعد كده هم أخدوا مننا إيه؟ قال لك إن أخدوا مننا الكتان وبالإضافة وكمان إلى الذهب. يبقى إحنا أخدنا منهم وهم أخدوا مننا. نيجي بقى على آخر حاجة خالص، وهي نهاية حضارة اليمن. اليمن سقطت على ايد اثنين من افظع الاثنين اللي كانوا موجودين، ناس اسمهم الاحباش اللي هي حضاره مين؟ اكسيوم اللي هي الحبشه، وناس اسمهم الفرس. هنشوف ايه اللي حصل فيهم. انا كان عندي ملك زمان في اليمن اسمه ايه؟ اسمه زنوة. زنوة ده كان بيضطهد المسيحيين جدا، ما كانش بيحبهم. اي حد كان يدخل الدين المسيحي يا اما كان يقتله يا اما كان يعذبه يا اما كان يطرده من البلد. فده اسمه اضطهاد، ما كانش بيحب الناس المسيحيه. فمين اللي سمع؟ مملكه الحبشه. مملكه الحبشه دي كانت مملكه مسيحيه، كان فيها مسيحيين كتير، والدليل على كده ان هم عملوا كنائس مسيحيه كتير في الحبشه. فاللي سمع الكلام ده ملك الحبشه، فقال لك اكن زنواس
يضرب الناس ويضطهدهم ويشتمهم وي حاجات كتيره جدا. جهز لي جيش، فاخد جيشه واتجه على بلاد مين؟ اليمن. واول ما اتجه هناك قال لك هزم ذو نواس واخد منه الحضاره بتاعته، وبقت اليمن تبع مين؟ تبع الاحباش. اليمن يسكتوا؟ قال لك لا. ظهر ايام الامير كان اسمه ايه؟ قال لك اسمه سيف الدين ابن ذي يزن. سيف الدين ابن ذي يزن قال لك الناس كلها اتجمعت عنده، ويا عم سيف مش هينفع الكلام اللي بيحصل ده، لازم الاحباش يمشوا. فسيف الدين بقى لهم انا الاثنين، ده انا هعمل لكم الصح. ايه الصح؟ الموكوس راح للفرس وقال لهم يا فرس والنبي ساعدوني لان الاحباش جايين محتاجين بقى. قال لهم حبيب قلبي ده انت تؤمر. فراحت الفرس وقامت قاضيه على الحبشه، المفروض بقى تخلص وتمشي. لا، احتلت اليمن. اول ما احتلوه قال لك فضلوا الفرس موجودين في اليمن لحد ما جه الفتح الاسلام وحررهم. احنا نقعد نضرب فيهم. يبقى احنا كده كان عندنا في الحبشه واحد اسمه ذو نواس، ده كان موجود في اليمن. كان بيعمل ايه؟ قال لك اضطهاد المسيحيين، كان بيضطهد المسيحيين. فبالتالي بعد ما اضطهدهم مين اللي سمع؟ قال لك سمع هذا الكلام ملك الايه؟ الحبشه، فاخد جيشه واتجه على ذو نواس وخلص عليه واحتل مين؟ احتل اليمن. طيب اليمنيين يسكتوا؟ قال لك لا، بقياده مين؟ سيف الدين ابن ذي ايه؟ يزن. قال لك ان هو راح لمين؟ للفرس وقال لهم والنبي الحقوني، الاحباش كلهم ايه؟ مسيطرين على البلد. فراحوا لحقوه فعلا، ولكن احتلوا دولته لحد ما جه الفتح مين؟ قال لك الفتح الاسلامي هو اللي قدر يخلص على الفرس ويرجع لليمن مكانتها من اول وجديد.